انت من نوع رقم 2 اللي هو عندك حماس وعندك فكره عايز تحققه والكلام ده كله في الشركه، وعندك تغييرات جوهريه ممكن تعملها تحسن من الوضع، فممكن تمشي وما تقعدش كتير. او بقى ايه، ممكن تفضل قاعد وتلعب استراتيجي اللي هو ايه، ان انا موجود بقى تحت المدير ده وشويه بشويه احاول ان انا العب بذكاء عالي بطريقه معينه، ان انا ما اقلقهوش من اي تغييرات انا بحاول اعملها، او ما قلقوش مثلا ان انا لو كنت موجود ممكن اخد مكانه والكلام ده كله، واخلي علاقتي بيه تبقى كويسه جدا وقويه جدا. تمام. وبعدين شويه بشويه مع الوقت ممكن ستيب باي ستيب انجح ان انا ايه مثلا ايه اكسب ارض اكتر، وان انا ايه اقدر مثلا ايه اطبق التعديلات والتغييرات اللي انا مش بكلمك انت تاخد مكانه، مش ده خطتي. انا بقول لك بتاع ده ايه، على ان انت لو عايز تطبق حاجه للشركه وانت من النوع الثاني والكلام ده كله، فانت يا تلعب استراتيجي، تمام، يا اما تطلع ان انت تروح على مكان تاني، يا اما الحل التالت بقى ان انت تاقلم نفسك على المدير اللي انت معاه وتقول خلاص بقى ما باليد حيله ولازم اتاقلم والحوارات دي كلها. والحل ده انا لا ارشحه، تمام، لان انت حياتك اثمن واكبر، حياتك ثمينه، حياتك اثمن واكبر من كده بكتير.